وكان لظهور طيف السيدة العذراء فوق قباب كنيستها بالزيتون أثر كبير في قلوب الناس. وها نحن نستمع إلى نيافة الأنبا إغريغوريوس المتحدث الرسمي باسم قداسة البابا كيرلس السادس يعلق على هذه الظاهرة. ليس جديدا في مصر أن تظهر العذراء مريم أم النور، فقد ظهرت دائما وتظهر لتشفي مريضا أو تبشر بخير، وإنما الجديد هو ظهور السيدة العذراء على قباب كنيستها بالزيتون، هذا الظهور المتوالي وبهذا الشكل النوراني العجيب أمام عشرات الألوف من البشر، مسيحيين ومسلمين، مصريين وأجانب، مرات كثيرة، ويكاد أن يكون ظهورها كل ليلة تقريبا منذ مساء 8 إبريل سنة 1968 إلى اليوم. وما يتبع هذه الظهورات من معجزات الشفاء من أمراض مستعصية حار فيها الأطباء، ولم يعد لدى أحد شيء من الشك في حقيقة ظهور أم النور في كنيسة الزيتون. والذين شكوا ذهبوا فأبصروا بعيونهم ورجعوا مؤمنين، لا بحقيقة الظهور فقط، بل عادوا يؤمنون بالله وبالآخرة وبالحساب والثواب والعقاب وبالفضيلة والإيمان وكل القيم الروحية والأخلاقية والدينية. ولا شك أن وراء هذا الحدث الضخم معنى كبيرا لم نتبينه بعد على وجه الدقة، ولكن ظهورات السيدة العذراء أم النور بهذا الشكل العلني الجهاري لكل الجماهير المحتشدة بعشرات الألوف هي بشير خير لأمتنا وشعبنا وبلادنا، ودليل على رعاية السماء لنا وعنايتها بنا، وبرهان على أن أم النور معنا تشفع فينا وتصلي من أجلنا، وأن ظهورها هنا ويستنهضنا بالصلاة الدائمة والعبادة المتصلة لنقتدي بها ونتمثل بفضيلتها وطهارتها وإيمانها، ولكي نتوب عن خطايانا ونرجع إلى الله فيرحمنا ويغفر لنا.